مع سلسله كيفاش نتريني في رمضان وكيفاش نقاد النظام ديال الاكل ديالي في رمضان. كيف ما تنعرفوا رمضان هو واحد النمط كيتغير على الجسم، كيف ما تنعرفوا حنا العام كامل عندنا واحد النمط غير منتظم، ولكن في رمضان كيجي رمضان تيقاد لينا الاكل، كيقاد لينا بزاف ديال الامور، يعني الجسم كيكون خاوي، كيكون صايم، مهم زيرو طاقه. هادشي كيف ما تنعرفوا. الصيام كيعتمد على واحد الوسائل باش انك تنجح في هذاك النهار ديال الصيام ديالك. من بين هاد الامور اللي خاصك تنجح بهم الصيام ديالك هو الوجبه ديال السحور. يعني كل ما اعتمدتي على هذيك الوجبه ديال السحور كل ما غادي تلقى راسك كتصوم مزيان وكتصوم مرتاح بدون مشاكل. من بين هاد الامور اللي خاصها تعرف بان الوجبه ديال السحور وجبه مؤكده، كيف ما تنعرفوا في الدين الاسلامي ديالنا، كيف ما تيقول الرسول صلى الله عليه وسلم عجلوا الفطور واجلوا السحور. يعني الفطور ماشي مشكل، راه انك تهرس غير بتمره كاس د الماء يعني وغتنوض، غادي الجسم ديالك غادي يستقبلها بكل اريحيه. ولكن السحور اللي هي الوجبه الرئيسيه في رمضان، كيف ما كيكونوا الوجبات الرئيسيه في الايام العاديه، كذلك السحور الوجبه رئيسيه بالنسبه لرمضان. الا كانت الوجبه ديالك ديال السحور متكامله صحيه غنيه بالمعادن والفيتامينات والالياف، وكذلك غنيه بالكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحيه، كون اكيد راه غادي تدوز واحد النهار ديال صيام صحي زائد شرب الماء. يعني الا كانت عندك هاد المواصفات ديال الوجبه ديال السحور، راه كون اكيد راه غادي تلقى راسك انك صايم مزيان، وانك غادي تمشي داك النهار ديال الصوم غادي تمشي مزيان. كيف ما تنعرفوا ان الوجبه ديال السحور كتكون في واحد الوقت متاخر من الليل، يعني حاول انك تعتمد فقط على الكربوهيدرات المعقده باش اللي هي غادي تعطيك الطاقه لذاك اليوم. يعني كل ما اعتمدتي على الكربوهيدرات المعقده مثل الخبز، الرز، البطاطا، باش الجسم ديالك في ذاك النهار غادي يحاول انه ياخذ من ديك الطاقه اللي انت غادي يحتاج لديك الطاقه في ذاك اليوم. يعني الا اعتمدتي على الكربوهيدرات كمصدر اساسي، راه عرف باللي الجسم ديالك غادي ياخذ منها وغادي تدوز النهار ديالك بواحد النمط اللي هو صحي واللي سهل. كيف ما تنعرفوا حنا بزاف ديال الناس ما كيعتمدوش على الوجبه ديال السحور، يعني كياكل فيها شي حاجه خفيفه وكيعاود يرجع ينعس وما كيشربش الماء مزيان، ومن خلال الصيام ديالو كتحس به عيان ومدقداق وما تيكمل النهار ديالو بالاعصاب. علاش؟ حيت الجسم ديالو ما عندوش منين يجيب داك ستوكاج، ما عندوش منين يجيب داك الانرجي، يعني الستوك ديالو خاوي، ما عمرش الجسم باش ياخذ داك الشيء اللي غادي يحتاجو في داك النهار اللي ما غاديش ياكل فيه واللي ما غاديش يشرب فيه. يعني كل ما كثرتي شويه ديال الكربوهيدرات في الوجبه ديال السحور، كون اكيد الجسم ديالك غياخذ منها وغادي تدوز الفتره ديال الصيام فتره صحيه، يعني ما غادي تعرض حتى شي مشاكل بالنسبه للجسم ديالك. وكذلك مع شرب الماء، شرب الماء حتى هو عنده طريقه في الشهر ديال رمضان. يعني كيف ما تنعرفوا ان عندنا فقط ما بين المغرب حتى الفجر عندنا تقريبا هذه المسافه الزمنيه كامله خاصني نقسم فيها الماء، وهذا الموضوع الثاني ديال كيفاش نشرب الماء في خلال شهر رمضان. باش نشرب الماء في شهر رمضان عنده طريقه مختلفه على الايام العاديه. يعني الايام العاديه كيف ما تنعرفوا اننا تنشربوا بزاف، ولكن في رمضان كيختلف على الايام العاديه. يعني كيف ما قلت لكم الوجبه ديال السحور تعتمد فقط على الكربوهيدرات، وتعتمد على البروتينات، وتعتمد كذلك على الدهون الصحيه، وتعتمد على الفيتامينات، وتعتمد على الالياف والمصادر اللي غادي تخلي الجسم ديالك انه يكون انيق في الصيام. لهذا حاول انك ما تهملش ديك الوجبه ديال السحور، راه كاينه بركه كبيره في ديك الوجبه ديال السحور الا عرفتي كيفاش تستمرها وكيفاش انك دير ديك الوجبه ديال السحور باش تستافد في ذاك اليوم ديال الصيام ديالك. وشكرا.